اليوم وصفتنا فطاير عالطاير، سهلة وسريعة، ما بتحتاج خميرة، ما بتحتاج فرن، طيبة كثير، طرية. رح تستغنوا عن المعجنات اللي بالفرن، رح تعجبكم هاي الطريقة كثير كثير. للعجينة هون بستخدم كوبين من الطحين، واحد أبيض واحد أسمر، حبة البركة سمسم وملح و4 ملاعق من اللبن. بعجنهم بمي دافية لحتى تكون عنا عجينة طرية. بضيف عليهم زيت زيتون وبعجنهم كمان مرة. بضيف عليهم زيت الزيتون وبغطيها لحتى أحضر الحشوات. هون عنا الحشوة الأولى زيت زيتون مع الزعتر الدكة، الحشوة الثانية بيض مع ميكس الأجبان تشيدر وموتزاريلا ونعنع، الحشوة الثالثة اللي هي المحمرة. بقطع العجين وبفرد العجينة بالحجم اللي أنا بدي إياه. هون بسخن المقلاة على نار عالية، بعدين بوطيلها للوسط، بحط عليها قطع العجين والحشوة وبعدين بغطيها. بس تنفخ عنا هنا العجينة بتأكد إنها استوت. جربوها وما رح تندم.